دكتور ربيع، حضرتك كنت قلت لنا في فيديو قبل كده ان ينفع لو النظر ده بعد ما نعمل ليزك نقدر نعمل ليزك مره كمان. تمام. بس هو ليه النظر ممكن يضعف تاني بعد ما اعمل ليزك؟ انا عارف ان الجمله دي بتقلق الناس احيانا. طب انا هعمل ليزك ليه لما ممكن اصلا في النظر يرجع تاني واحتاج اعمله تاني؟ وفي الحقيقه احنا بنقول ان ده ممكن يكون لكذا سبب. ممكن يكون العمليه كويسه والدكتور خد كل الاسباب والجهاز كويس وكل حاجه، بس نسبه مثلا لا تتعدى 1% ممكن يحصل فيهم ان النظر يرجع بعد 10 سنين، 8 سنين، الحاجات دي. فبنقول ان من مميزات العمليه انك ممكن تعملها تاني. بس في اسباب تانية ممكن تخلي ان النظر يرجع يضعف، مش بسبب ان هي لوحدها، بسبب مثلا انت ما كانش عامل لك مقاس صح من الاول. عشان كده دايما بنفضل تقنيه بصمه العين، عشان هي بتختار المقاس الادق عن المقاس اللي بيعمله جهاز الكمبيوتر. ممكن تكون عملت على جهاز قديم، عشان كده برضو بنقول انت لازم تختار دكتور ثقه ومكان ثقه عشان تعمل فيه، عشان تعمل على جهاز جديد عشان النتائج تبقى احسن. فاحنا بنقول ان ده وارد يحصل بس بنسبه صغيره. فبنقول لو حصل ما تقلقش، برضه ليه علاج، لكن هو مش معناه ان ده الطبيعي اللي بيحصل. اغلب الحالات ما بتحتاجش تعمل تاني ان شاء الله.